هل سبق وسألت نفسك لماذا نواجه صعوبات في النطق أو التواصل؟ ومتى يكون هذا الأمر طبيعياً؟ ومتى يحتاج إلى تدخل؟ أهلاً وسهلاً بكم في هذه القناة. أنا لبنى، أخصائية تقويم النطق. أدعوكم لمتابعة هذا الفيديو حتى النهاية، لأن فيه معلومات مهمة قد تفيدكم من بعد أن تطرقنا في الفيديوهات السابقة إلى مفهوم تقويم النطق وتأخر الكلام عند الأطفال والأخطاء الشائعة التي قد تكون سبباً في تأخير التواصل. يظهر سؤال مهم يتكرر عند كثير من الآباء والأمهات: ماذا يمكننا أن نفعل في البيت لمساعدة الطفل الذي يعاني من تأخر في الكلام؟ وأول نقطة يجب التوقف عندها هي أن البيت يعتبر أول وأهم بيئة لغوية في حياة الطفل. فقبل أي جلسة علاجية وقبل أي تمارين منظمة، يتعلم الطفل اللغة من خلال التفاعل اليومي ومن خلال العلاقة مع من حوله. اللغة لا تكتسب بالتلقين ولا بالأوامر ولا بتكرار الكلمات دون سياق، ولكنها تبنى من خلال المشاركة والتجاوب والشعور بالأمان. كثيراً ما يقول بعض الوالدين إنهم يتحدثون مع أطفالهم باستمرار، ولكن السؤال الأهم هنا هو نوع هذا الحديث. هل هو حديث تفاعلي أم مجرد أوامر وتعليمات؟ فهناك فرق بين أن نقول للطفل: تعال، اجلس، اذهب، توقف، وبين أن نقول: انظر إلى السيارة، السيارة كبيرة، السيارة لونها أحمر. الطفل يتعلم اللغة من خلال التسمية والوصف والتكرار الطبيعي. من النقاط المهمة جداً أن نبطئ إيقاع الكلام. الطفل الذي يعاني من تأخر في الكلام يحتاج وقتاً أطول لفهم المعلومة وللتفكير ولمحاولة الرد. وعندما نتحدث بسرعة أو نتنقل بين المواضيع بشكل مفاجئ، يجد الطفل صعوبة في المتابعة. لذلك يفضل استعمال جمل قصيرة وكلمات واضحة وترك مساحة للصمت. والصمت ليس مشكلة، بل هو فرصة للطفل لأن يحاول أو يشير أو يصدر صوت. ومن الأخطاء الشائعة في البيت أن نتكلم نيابة عن الطفل، نفهم ما يريد فنسارع إلى تلبيته دون أن ننتظر أي محاولة منه، وبهذا نقلل من فرص التعبير دون أن ننتبه. الأفضل أن ننتظر قليلاً ونعطي الطفل فرصة للتواصل ولو بالإشارة أو النظرة. وعندما يحاول، نسمي الشيء ونرد عليه بهدوء. اللعب يعتبر من أهم الوسائل لدعم التواصل عند الطفل، ولكن اللعب المفيد هو اللعب المشترك الذي يكون فيه الطفل والوالد معاً. في أثناء اللعب نسمي ونعلق ونكرر الكلمات المرتبطة بالفعل. ومن العوامل المهمة أيضاً وجود روتين يومي، فالطفل يشعر بالأمان عندما يعرف ما سيحدث. ومن التوقع تنشأ فرص اللغة. ويجب التنبيه إلى أن الإكثار من الأسئلة قد يكون مضغطاً للطفل. اللغة ليست اختباراً، بل هي تجربة مشترك. كما أن التقليل من استعمال الشاشات يساعد على خلق تفاعل حقيقي. ولا بد من الإشارة إلى أن مشاعر الوالدين تلعب دوراً مهماً في تطور الطفل، فالقلق والضغط ينعكسان على التواصل، بينما يشجع الهدوء والصبر الطفل على المحاولة. فإن كل تغيير بسيط في طريقة الحديث واللعب والانتظار قد يحدث فرقاً كبيراً في تطور التواصل عند الطفل. ومن النقاط التي يجب أن نتوقف عندها بشيء من التفصيل مسألة تقليد الطفل. الطفل لا يتعلم اللغة فقط مما نقول، بل يتعلم أيضاً مما نفعل.
عندما يرى الطفل من حوله يتحدثون ويتبادلون الكلام ويستمعون بعضهم إلى بعض، فإنه يبدأ تدريجيا في تقليد هذا السلوك. ولذلك فإن جو البيت وطريقة تواصل الكبار فيما بينهم لها أثر كبير في تطور لغة الطفل. إذا كان الحديث في البيت مقتضبا أو مبنيا على الأوامر فقط أو خاليا من التفاعل، فإن الطفل لا يجد نموذجا لغويا غنيا يقتدي به. من المهم جدا أن نشجع الحوار في البيت ولو بين الكبار أمام الطفل، فعندما يسمع الطفل أسئلة وأجوبة وتعليقات فإنه يبدأ في فهم بنية اللغة. ومن الجوانب التي تحتاج إلى وعي أكبر مسألة التشجيع. كثيرا ما نركز على ما لا يستطيع الطفل فعله وننسى أن نلتفت إلى ما يحاول فعله. الطفل الذي يصدر صوت أو يحاول تقليد كلمة أو ينطق جزءا منها يحتاج إلى تعزيز إيجابي وليس إلى تصحيح متكرر أو تنبيه على الخطأ. التشجيع لا يعني المبالغة، بل يعني الاعتراف بالمحاولة، كما أن نبرة الصوت وتعبير الوجه ولغة الجسد تلعب دورا أساسيا في تشجيع الطفل على التواصل. الطفل لا يفهم الكلمات فقط، بل يشعر بها، وعندما يشعر بالقبول والاهتمام فإنه يتشجع على المحاولة. من المواضيع التي تستحق التوقف عندها مسألة الاستمرارية. كثيرا ما نبدأ بحماس ونطبق بعض النصائح لفترة قصيرة ثم نتوقف، ولكن تطور اللغة لا يحدث في أيام قليلة، إنه مسار يحتاج إلى صبر وثبات وتكرار. ومن المهم أن نضع أهدافا واقعية وصغيرة، لا ننتظر جملا طويلة ولا نقارن التطور بنقاط زمنية ضيقة، بل نفرح بكل تقدم صغير مهما كان. ومن النقاط الحساسة أيضا دور المحيط الخارجي. فالطفل لا يعيش في البيت فقط، بل يتفاعل مع أقارب وجيران وأطفال آخرين. ومن المهم أن يكون المحيط واعيا ومتفهما وبعيدا عن السخرية أو الضغط. وإذا وجد تفاوت بين البيت والخارج، فإن البيت يبقى الملاذ الآمن الذي يستمد منه الطفل الثقة. ولا بد أن نشير إلى أن بعض الأطفال يحتاجون إلى وقت أطول من غيرهم، وأن التأخر لا يعني دائما الفشل ولا نهاية الطريق، بل قد يكون بداية فهم أعمق وتواصل أفضل. وفي كل الأحوال يبقى دور الأسرة دورا أساسيا لا يمكن تعويضه. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون المحتوى قد كان واضحا ومفيدا لكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك أسئلتكم في التعليقات. شكرا لكم على المتابعة، وأراكم في فيديو قادم.